السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة هنقدم لكم حلا لذيذ وحلو جدا في الشتاء. خلاص، هنعمل مع بعض النهاردة البطاطا. النهاردة معانا 1.5 كيلو بطاطا أو 2 كيلو. هو أنا هنا مستخدمة 2 كيلو، وبيكون باودر وفانيليا بطعم البرتقال وسميد البسبوسة وكوباية لبن ونص كوباية سكر. خلاص، هنقشر هنا البطاطا. خلاص، انا مش هسلقها بقشرها، يعني انا هنا هقشرها زي البطاطس بالظبط كده. خلاص، وبعد كده هبدا اقطعها مكعبات. انا مش عايزه تتسلق بالقشر بتاعها، لان هنا في تكايه صغيره هتفرج عليها للاخر. انا ليه قشرتها وقطعتها مكعبات؟ خلاص، هتقشرها خالص عادي زي البطاطا، زي البطاطس قصدي. خلاص تماما خالص، ما تخليش فيها اي قشر تماما. وهتبداي بعد كده تقطعيها مكعبات، تقشري الكميه كلها. ماشي، براحتك. عايزه تعملي 2 كيلو، كيلو ونص. انا اللي مستخدماه هنا حوالي 2 كيلو. هنا قطعتها هنا مكعبات. خلاص، زي بالظبط كده طريقه القرع، اللي عارف طريقه القرع العسل، بنقطعه زي كده برضو مكعبات. خلاص، بتقطعيها عشان تستوي بسرعه معاكي، مكعبات صغيره. خلاص، هنقدم بطاطا النهارده بطريقه مختلفه خالص. يا ريت تكملوا الفيديو للاخر، بجد والله الطريقه هتعجبكم وهتنبهروا بيها. وانا جربتها، لذيذه جدا جدا جدا، مختلفه تماما عن اللي احنا بنعملها كل مره. كل جديد وكل حاجه مختلفه هتعملوها معايا. هنقشر بطاطا التانية برضو، هنقشرها كل كميه بنفس الطريقه. خلاص، برضو كده زي حكايه البطاطس كده. يعني تحاولي تحوشي القشره الخفيفه، يعني على قد ما تقدري. ما عندك مقشره وهتقشري بيها عادي، مفيش مشكله. قشري عادي بالمقشره بتاعه البطاطس. المهم ما تخليش قشر خالص في البطاطا، لان دي هتتسلق كده على البوتاجاز. وهنهرسها على طول، فمش عايزه فيها اي قشر. خلاص تمشي، وتوطي عليها. يعني انت اول ما تبداي تحطيها على البوتاجاز، تبداي تخلي النار عاليه، بعد كده تبداي توطي عليها خالص تستوي براحتها. بس انا هي تمام، مش بخلي قشر خالص. برضو هقطعها برضو زيها كده مكعبات، خالص مكعبات صغيره عشان تستوي معاكي بسرعه. خلاص، وان شاء الله باذن الله الوصفه تعجبكم. ما تنسوش تدوسوا اشتراك وشير لو الحلقه عجبتكم. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. انا متاكده، انا جربتها اكتر من مره، طريقه بجد هايله. خلاص، هنا اقطع الكميه كلها. خلاص، اهم حاجه ما تسيبوش قشر خالص في البطاطا. انا قبلها كنت غسلاها طبعا. هنا البطاطا هنا بعد ما خلصت الكميه كلها هنحطها. هقول لك ليه بقى. انا قشرتها ليه. هنحط عليها بقى السكر. هنحط نص كوبايه سكر وكوبايه ميه. هنا حطيت الميه، وهنحط نص كوبايه السكر. خلاص، وهحطها على البوتاجاز على نار هاديه. خلاص، وكل شويه ابص عليها لغايه ما تستوي. حسيت ان هي محتاجه ميه، حطي ربع كوبايه ميه تاني او نص كوبايه ميه تاني. انا احتاجت معايا نص كوبايه ميه، حطيت عادي مفيش مشكله. انت هتبشريها على طول وتشوفيها. هنا بعد ما استوت على البوتاجاز، هحط بقى كوبايه اللبن. خلاص، واحط الفانيليا اللي هي بطعم البرتقال. بطعم البرتقال، اهم حاجه تكون بطعم البرتقال. خلاص، وهتبداي تهرسي فيها كويس لغايه ما تبقى ناعمه خالص، ملمسها يبقى ناعم في ايدك. خلاص، هي كده مش هتحتاج سكر معاكي. خلاص، هي كده كده كنا حاطين نص كوبايه سكر. واللبن ده انا مش محليه، لبن عادي خالص من غير حلا. هتبدا طبعا تهرسي فيها زي ما انت شايفه كده لغايه ما تخليها ناعمه جدا. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. هنا بعد كده انا هجهز معايا هنا 4 معالق سميد البسبوسه، او اللي هتجيبيه من عند العطار سايب، او في نوع معين انت بتستخدميه مفيش مشكله عادي. 4 معالق بالظبط. احنا مش هنحطهم كده نيين، لا احنا هنحمرهم في معلقتين سمنه، سمنه بلدي او سمنه عادي بس مش زيت. انا هنا كنت حاطه معلقتين سمنه بلدي، وقلبتهم كويس. خلاص، لغايه ما يديك اللون الذهبي. انا ليه بقى ما حطيتهمش نيين، نيه كده؟ لان هي هتتعجن جوه البطاطا. لازم تديها التقليبه دي لغايه ما تبقى ذهبي معاكي، لان هي بعد كده هتبقى جوه البطاطا مرمله كده. هتاكلي البطاطا تبقي مش عارفه
تبقي مش عارفه بقى انت بتاكلي بسبوسه، بتاكلي كيكه بطعم البرتقال، بتاكلي بطاطا. هي بص هيبقى عباره عن ميكس بجد، هتعجبك جدا جدا. هنا طبعا تفضلي تقلبي فيها عشان ما تتحرقش منك، تبقي واقفه معاها كده لغايه ما تديكي لون ذهبي كده خفيف خالص. بس انا عايزاها بس تبقى تحسيها كده مش ناعمه قوي. هنا بدات تديني اللون اللي انا عايزاه، يعني انا مش بقلب فيها لغايه ما هنا لغايه ما تديكي اللون الذهبي، يعني تبقى كده مرمله معاكي. هنا انا حطيت، هنا قلت لكم قبل كده هحط في البطاطا فانيليا بطعم البرتقال. خلاص فانيليا بطعم البرتقال ركزوا فيها دي، بص هتديكوا تكايه حلوه قوي. ومعلقه بيكنج باودر كبيره. خلاص مش بحط الباكو كله. وهنا بقلبهم قبل ما احط دقيق السميد اللي انا قلبته على البوتاجاز. خلاص بقلبها كويس جدا. وبعد كده بحط بقى الدقيق السميد اللي انا حمصته على البوتاجاز، بحطه عليها. هنا ده اللون اللي انا عايزاه، انا مش عايزاها محمره خالص، انا عايزاها بس تبقى مرمله كده، يعني الدقيق السميد يبقى مرمل معايا. انا ما حطوش زي ما هو كده من الكيس للبطاطا على طول عشان هيعجن معايا، لا انا قلبته في معلقتين سمنه. خلاص بعد كده بقى هبدا اقلب الدقيق السميد مع البطاطا، خلاص لغايه ما يختفي تماما. تبقى البطاطا اي تبقى الدقيق السميد مش باين خالص. هتقلبي كويس فيهم لغايه ما تديكي كده، تبقى البطاطا ناعمه معاكي. هنا بقى هنا انا حسيت ان هي محتاجه لبن، حطيت بس ربع كوبايه لبن، يعني ربع كوبايه اللبن، يعني انا كده في اول كوبايه حطيت ربع كوبايه بس كده، عجنت بيه، كملت عجين بيها. خلاص بعد كده ببدا افردها في الصينيه. تكوني دهن الصينيه سمنه برضو مش زيت، انا كل اللي بستخدمها هنا فيها سمنه بلدي او سمنه عاديه، تكوني بتستخدميها تكون كويسه يعني. دهنت هنا الصينيه سمنه وببدا افرد البطاطا. وان شاء الله باذن الله تكون الوصفه تعجبكم، وتكون قلبها الفنش وشفا ان شاء الله. هنا تبدا تقلبي تسوي فيها بقى. خلاص ولما تبدا تبقى خلاص مدخوله معاكي كده تماما خالص، هتبداي بقى تسويها بالشوكه، تبقى اشكال مره تاني بقى بالعرض كده. وبعد كده انا اكون مسخنه الفرن، هتحطيه على الرف الوسطاني. هي بالظبط بتاخد كده حوالي 40 دقيقه. وبعد ما تبدا تستوي من وده الشكل النهائي لصينيه البطاطا. يا رب تكون عجبتكم، بألف هنا وشفا. متنسوش اشتراك وشير. هنا عندي سيرم شربات ممكن تحطيه، وممكن تسيبها زي ما هي، بس هي بتديها طعم حلو جدا. هي نص كوبايه بس حط. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، بألف هنا وشفا. متنسوش اشتراك وشير او سبسكرايب. وهنا ده انا كنت حاطه هنا شربات عليها، او عايزه تسيبها كده براحتك عادي. هقطع لكم دلوقتي جزء منها، بجد هتلاقوها طعمها تحفه بجد، يعني ميكس كده من البسبوسه على البطاطا على كيكه بالبرتقال، يعني الفانيليا بالبرتقال مخليها في حته تانية خالص. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. طعمها بجد تحفه ولونها ذهبي بجد حلو قوي. جميله بجد بجد. بألف هنا وشفا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.